كنت منتظرة اليوم اللي هيجي فيه حب عمري عشان يخطبني، بس لما جه وشاف تيتا صرف نظر عن موضوعنا واختارها هي، وقال إنه شاف فيها ميزة مش فيا ولا في كل بنات جيلي. أنا كارما، عندي 21 سنة. حكايتي بدأت لما اتخرجت أنا وكريم زميلي. كنا مرتبطين ومأجلين كل حاجة لحد ما نتخرج. ولما اتخرجت رحت لتيتا فوزية أم بابا اللي كانت كبيرة العيلة وكبيرة البيت. كانت شايلة الكبيرة قبل الصغيرة وكلمتها بتمشي على الكل. قلت لها عايزة أتكلم معاكي يا أحن تيتا في الدنيا. بصراحة بقى كده أنا في عريس جايلي زميلي في الجامعة واسمه كريم. لقيت تيتا ضحكت وقالت لي والله كبرتي يا كارما وهتتجوزي. قوليلي بقى، كريم ده ابن ناس محترمين كده زينا ولا أي كلام؟ ما هو اسمعي اما أقولك، أنا لو ما عجبنيش مش هوافق عليه، وانت عارفة كلمتي واحدة. قلت لها يا تيتا ده شاب مكافح وكان بيدرس وبيشتغل، ودلوقتي بيشتغل عشان يبني نفسه بنفسه ونتجوز، يبقى كويس ولا لأ؟ قالت لي مش هحكم عليه غير لما أشوفه، ولو كويس يبقى ألف مبروك. وكريم أخد ميعاد من بابا وتيتا، وكنت قلقانة جدا لأحسن تيتا تفشكل الجوازة. ولما كريم جه تيتا قالت له اتفضل يا ابني، أنا بقى جدة كارما. كريم بصلها وقال لها معقول حضرتك تيتا فوزية اللي كارما بتحكي عنها؟ ده أنا افتكرتك أختها. تيتا ضحكت وقالت له شكلك دمك خفيف يا واد يا كريم، بس أنا برضو لازم أطمن على بنت ابني. قولي بقى انت بتشتغل ايه وقادر تجيب شقة تمليك ولا إيجار؟ كريم قال لها حضرتك عارفة اني لسه متخرج، وحبيت ان اول حاجة اعملها ان اجي اتقدم لكارما عشان اثبت حسن نيتي، وطبعا في كرمكم يعني انكم تعتبروني ابنكم وتخلونا نتجوز معاكم في البيت، واوعدك يا تيتا اعيش كارما عيشة الملكات بحبي ليها. لقيت تيتا بصت لي وبصت لكريم وقالت له انا اسفة يا ابني، بنت ابني غالية قوي، واللي هيجي يتجوزها لازم يكون قد المسؤولية. لما تكون نفسك وتبقى قادر تفتح بيت هبقى تعالى وصدقني هساعدك وقف جنبك ساعتها. ومشي كريم بعد ما تيتا رفضت وقالت لي اسمعي يا بنتي، اللي زي كريم عشان يدخل بيت عروسها ويتقدم لها لازم يكون قد اللي هيطلب منه. قال لي عيني عينك انه عايز يعيش معانا وعايزنا نساعده، اللي زي ده مش عاوز يتعب في حاجة، وانا مش هقبل ليكي الوضع ده ابدا. قلت لها يا تيتا وايه يعني لما نعيش معاكم؟ اللي معانا مش قليل، هو انا بحبه، قول حاجة يا بابا. لقيت بابا قال لي انا ماليش كلام بعد كلام ماما يا كارما، وهي كلامها صح والموضوع انتهى خلاص. حسيت ان ماليش رأي ودخلت اوضتي وكلمت كريم وقلت له انه مستعد اسيب البيت ونتجوز من وراهم ونحطهم قدام الامر الواقع. ولقيت كريم مرحب جدا بكلامي وقال لي ان هو ده الحل السليم عشان نعيش سوا غصب عن الكل، واتفقنا على كل حاجة. بس تاني يوم لقيت تيتا قالت لي انتي لسه زعلانة يا كارما؟ على العموم انا عايزة رقم كريم عشان اقابله واتفق معاه على كل حاجة عشان ما اشوفش في عينيك الزعل ده كله. فرحت جدا واديت تيتا رقم كريم وكلمها واتفقوا يتقابلوا بره، وفعلا تيتا نزلت وعرفتني انها رايحة لكريم. وعدى ساعة واتنين واليوم خلص وكريم ما كلمنيش وتيتا اتأخرت بره. ومش بس كده، ده بابا وعمي نزلوا يدوروا عليهم من كتر قلقهم. ولقيت ماما قالت لي عاجبك كده؟ اهو مش عارفين نوصل لجدتك بسببك انت وكريم بتاعك ده. قلت لها يا ماما كريم هيعمل ايه يعني؟ ما تيتا اكيد هتيجي دلوقتي. وفجأة لقيت تيتا جاية من بره وهي مبسوطة وفرحانة وفي ايديها بوكيه ورد احمر، وقالت لنا ايه ده؟ مالكم واقفين كده ليه؟ ماما قالت لها ابدا يا حماتي، احنا قلقنا عليكي، اصل مش عوايدك تتأخري كل ده بره، انتي كويسة يا حبيبتي؟ ردت تيتا وهي مكسوفة وقالت أول مرة بقى كويسة من سنين كتير قوي، أنا داخلة أنام ومش عايزة دوشة. ودخلت تيتا تنام وأنا قلت لماما شفتي يا ماما، مش قلتلك كريم أكيد قدر يقنعها؟
أنا مبسوطة قوي وهطلع أكلمه. وطلعت بسرعة على شقتنا عشان أكلم كريم، بس لقيته مش بيرد عليا، ولقيته عامل لي بلوك من كل حتة. بقيت مش عارفة ايه اللي بيحصل وليه كريم عمل كده. وتاني يوم نزلت لتيتا عشان أسألها عملت ايه مع كريم، ولقيتها لابسة ترنج أحمر وعاملة تسريحة شعر ولا كأنها في العشرينات. وقالت لي يا حبيبتي انسي كريم، ده مش نصيبك، أنا مش هرجع في كلمتي. ثم انه عملك بلوكات من كل حتة، عايزة ايه تاني؟ قلت لها أنا عايزة أفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وايه الترنج ده يا تيتا؟ ده انتي آخر مرة لبستي ملون كان في فرح عمي من 15 سنة. قالت لي ديكي قلتي، وجي الوقت ان ارجع ألوان حياتي تاني وارجع العمر من جديد، مش هضيعه في الأسود. عيشي سنك يا حبيبتي واتبستي وسيبيني عشان عايزة أسمع أغنية بتونس بيك بتاعت وردة. بقيت مش مصدقة اللي بيحصل، وفضلت أسأل نفسي ليه تيتا بتعمل كده. وفضلنا كلنا مستغربين عمايلها، والموبايل اللي بتتكلم فيه على طول في أوضتها، وبترفض إن أي حد يدخل عليها. ومش بس كده، دي كمان بتخرج كل يوم بطقم شكل عكس طبيعتها. وبعد أسبوعين لقينا تيتا مجمعانا كلنا إحنا وعمي، ولقيتها بتقول اسمعوا بقى، البيت ده كله أنا اللي شايلاه من كل شيء، دعم نفسي ومادي، محدش فيكم محتاج حاجة وقلت له لأ، ومقابل ده محدش فيكم سألني انت نفسك في ايه، وعشان كده أنا قررت أعمل اللي نفسي فيه. عمي قال لها مش عوايدك يا أمي تقولي مقدمة لكلامك، يا ريت تدخلي في الموضوع على طول. تتردد وقالت ماشي يا محمد، هقول اللي عندي. أنا في الآخر قررت أتجوز وأعيش اللي باقي من عمري مع راجل حنين يحسسني بحنية قلبه، ويقول لي كلام نفسي أسمعه ويطبطب عليا. لقيت بابا اتعصب قوي وقال لها يطبطب على مين يا أمي؟ عيب الكلام ده، بقى الحاجة فوزية بعد العمر ده كله جاية دلوقتي وعايزة تتجوز؟ أمي انت عندك أحفاد على وش جواز. تتردد عليه وقالت أنا حرة يا أستاذ محمود، واللي بيديني حاجة يمنحها، أنا مش جاية أخد رأيكم، أنا بعرفكم بس إن هتخطب بكرة، واللي عايز يحضر أهلا وسهلا، واللي مش عايز هو حر. بقيت مش مستوعبة اللي تيتا بتقوله، وفضلت أضحك، وكنت شايفة إنه من حقها وإنها مش بتعمل حاجة غلط. وقررت إن أنزل لها يوم الخطوبة من الصبح عشان أجهزها وأخليها أحلى عروسة. وطبعا بابا وعمي كانوا لازم يكونوا موجودين، وكلنا كنا معاها عشان ما تزعلش مننا. وفضلنا كلنا مستنيين العريس اللي أكيد طلع على المعاش وجاي يخطب تيتا. بس لقيته كريم. كريم؟ إزاي كريم يخطب تيتا؟ فضلت ساكتة ومش عارفة انطق. وكريم قاعد جنب تيتا واحنا مش مصدقين اللي بيحصل، ولبسها الشبكة. سبتهم وطلعت على شقتنا وانا حزينة من تيتا اكتر من كريم. ازاي تعمل كده معايا وهي في السن ده؟ معقول تيتا تاخد مني عريسي على اخر الزمن؟ بقت ماما وبابا يأنبوني، وماما قالت لي بقى هو ده اللي جايباه عشان تتجوزيه؟ اهو طمع في ستك، ما هي لابسة دهب بتقولها، عليه العوض ومنه العوض في ستك. قلت لها يا ماما سيبيني في حالي، انا مش ناقصة. وعدى اليوم، وكان كريم كل يوم يجي ياخد تيتا وينزل يفسحها، ونسي انه في يوم كنت بحبه ومستعدة ابيع كل الناس عشان خاطره. وفي يوم نزلت عشان اواجه كريم وتيتا واعرف منهم اللي عملوا معايا كده، ولقيت كريم قال لي انا اسف يا كرمة، كل شيء اسمه نصيب، وانا اول ما قعدت مع فيفي حبيبتي حسيت اني محتاج ليها ولحنيتها، حسيت ان هي دي الست اللي هكمل معاها حياتي وانا مبسوط ومرتاح. ولقيت تيتا مبسوطة قوي وقالت له تسلم يا كيمو يا حبيبي، وبعدين يا كرمة انت لسه قدامك العمر، انما انا لا، بإذن الله ربنا هيكرمك باللي تستاهليه. مش يلا بقى يا كيمو، انت مش قلتلي انك هتوديني الملاهي عشان اركب القطر والحصان اللي بيلف؟ قلت وانا حاسة ان عقلي طار انت عندك حق يا تيتا، روح انت وكريم الملاهي، وانا هروح اتجوز واحد شاب حلوة كده يكون عنده 80 سنة ويكون ابن حلال. حمدت ربنا وقتها على حالي،
وقررت إن زي ما كريم باعني أنا كمان هعيش حياتي وانساه، بس لازم أكشفه على حقيقته قبل ما تيتا تتجوزه وتبقى مصيبة. وبعد أسبوع نزلت وقعدت معاها وقلت لها انت واثقة يا تيتا ان كريم بيحبك لشخصك مش عشان فلوسك؟ اصل يعني اللي بيحصل ده مش منطقي، ده عنده 21 سنة. قالت لي انا عارفة انك مش بتحبي ليا الخير وانك متضايقة انه فضلني عنك يا كرمة، بس انت انك توقعي بينا خالص، ده احنا فرحنا كمان اسبوع وانا حجزت القاعة. قلت لها قاعة ايه يا تيتا؟ ربنا يهديك، اسمعيني، انت لازم تختبريه وانا هقولك تعملي ايه عشان ما تندميش بعدين. وتيتا سمعت كل كلمة قلتها ليها، وجالها كريم وقال لها حبيبة قلبي عاملة ايه النهاردة؟ اخدتي دواء السكر؟ قالت له ايوه يا حبيبي ما تقلقش، ده انا حتى لسه جاية من بره، كنت في مشوار انا وابني محمود لحد الشهر العقاري. كريم اتوتر وقال لها ليه؟ كنت بتعملي ايه هناك؟ قالت له انا حسيت انهم فاكرينك طمعان فيا، وانا عشان اثبت لهم انك بتحبني لشخصي رحت معاهم واتنزلت لهم عن العماير والاراضي وكمان المحلات بتاعتي كلها، وما عادش حيلتي حاجة غير الشقة دي، وانت بقى يا حبيبي تشتغل وتصرف عليا وعليك، وهو الشقة موجودة والعفش موجود، ولا انت ايه رأيك؟ كريم اتحول على تيتا مرة واحدة وقال لها اصرف على مين يا حاجة؟ ما هو كل حاجة قصادها حاجة، انا قلت اتجوزك وانت تشيل المصاريف وانا اديك الحنية والاهتمام اللي نفسك فيه، امال انا هتجوزك ليه وانت قد جدتي؟ تيتا بقت مش عارفة ترد تقول ايه، وكلنا خرجنا الكريم وطردناه من البيت، وتيتا حمدت ربنا انه نجاني من الانسان ده، وقعدنا كلنا حوالين تيتا وهي صعبانة علينا، بس لقيناها بتضحك ولقيناها بتقول بقى معقول تصدقوا النمرة اللي انا عملتها؟ انا اللي عملت كل ده عشان اثبت لكارما ان كريم مش بيحبها وانه داخل على طمع، كان لازم اعمل كده بعد ما سمعتها بالصدفة وهي بتتفق معاه انها تتجوزه غصب عننا. عرفت وقتها انه ضحك عليها بكلامه المعسول، وقررت ان اكشفه وفي نفس الوقت احس بالاهتمام منكم، اصل كل واحد فيكم ملهي في حياته مش بيخبط عليا غير عشان يرمي همومه عليا، وانا كل اللي بعمله بشيله وبس، مش بسمع كلمة حلوة ولا حد بيدلعني. ايوه انا كبرت ومحتاجة الاهتمام والكلمة الحلوة اكتر بكتير من زمان، محتاجة احس ان مهمة في حياتكم يا ولادي. بقيت مش مصدقة ان تيتا عملت كل ده عشاني، وكلنا حسينا وقتها بتيتا وقد ايه هي حاسة بوحدة، وقررنا نهتم بيها اكتر وقربنا منها اكتر واكتر، وربنا كرمني واتخطبت المرة دي لشاب محترم وكويس ويقدر يعيشني في نفس مستوانا. وعشان كده أنا جاي أقول لكم قبل ما تناسبوا حاسبوا واختاروا اللي شبهكم وزيكم وفي نفس مستواكم عشان ما تندموش، واللي زي كريم موجود وبيعرف يضحك على أي حد بالكلام المعسول عشان يوصل لهدفه مهما كانت الضريبة، لكن اللي زي تيتا مش موجودين خلاص، عشان كده خدوا بالكم لو ما عندكوش تيتا زي بتاعتي.